تعالي بقى نعمل من 7 ل8 لتر صابون ب25 جنيه بس. هتقولي لي ازاي؟ هقولك والله العظيم ب25 جنيه بس. زي ما انتم شايفين ال- الصابون ده جميل جدا 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 وريحته تحفة. الكيس اللي انتوا شايفينه ب25 جنيه، فيه عبوتين، عبوة سايلة وعبوة بودرة زي ما انتم شايفين كده. وهفتحها قدامكم وهوريكم. ريحتها حلوة قوي قوي قوي، بالليمون، وحاجة يعني حاجة جميلة جدا، وتوفير ما بعد كده توفير. يعني عملت 8 لتر صابون سائل من اللي انت بتشتريه من بره ب25 جنيه. اه والله العظيم ب25 جنيه. لو هتشتريه من بره هتجيبيه اكتر من 120 او 130 جنيه. طبعا حطيت العبوه السايله وبعد كده هنزل بالعبوه التانية البودره، وهبتدي بقى اوريكم الطريقه. بس تعالوا نقرب الاول على الطبق كده علشان اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. تعالوا يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده بقى لونه حلو قوي وعجبني قوي قوي كمان. طبعا انا بنزل هنزل ب8 لتر زي ما انتوا شايفين. هنزل شويه بشويه، يعني الكوبايه هنزل بيها 3 مرات. كوبايه ده كوبايه دي لتر. زي ما انتوا شايفين كده هنزل يعني هنزل واحده واحده. وكل ما بنزل بالميه كل ما الصابون معايا بيتقل، زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هنبتدي ان احنا نفضل كده تقليب على طول، تقليب ايدك ما تتشالش منه خالص، على طول كده تقليب لحد ما يجيب القوام اللي انت عايزاه بالطريقه الحلوه دي. واعملي الطريقه دي في البيت. بصي قسما بالله هتدعيلي عليها، ان انت بدل ما تشتري من بره بالشيء الفلاني لا انت تقدري تعمليه في البيت ب25 جنيه، وتبقى عندك يكفي يعني شهور كتير قوي. مش شهر واحد ولا 2، لا، حوالي 3 شهور 4 شهور بالكتير كمان، لو انت ما بتستهلكيش قوي. طبعا زي ما انتم شايفين القوام معايا بيتقل مش بيخف، لا بيتقل. طبعا هتفضل كده ايدك فيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا بقلب طبعا اي معلقة خشب عندك تقدري تقلبي بيها، او اي معلقة غير الخشب كمان. زي ما انت شايفة القوام معايا هوريهولك دلوقتي بيتقل ازاي. ركزي شوية كده في الصابون وانت تعرفي. زي ما انت شايفة القوام معايا بيتقل ازاي. وبكده بقى انا كده خلاص كده خلصت ال8 لتر مية اللي انا حطيتهم. زي ما انت شايفة القوام معايا حلو ازاي، القوام معايا جميل جدا جدا. انا ما كنتش بوقف خالص، انا كنت على طول بايدي كده اقف عمال اقلب بايدي كده زي ما انتم شايفين بالطريقة الحلوة دي. وبكده خلاص انا كده خلصت. شايفين القوام بتاعه بقى جميل ازاي؟ مش ميه، لا، تقيل. بس عشان قدام الكاميرا وانا مسرعه الفيديو فبيجيلكوا ان هو انتي حاسه ان هو خفيف، لكن هو تقيل. زي ما انت شايفه بقى هسيبه كده لمده نص ساعه عشان خاطر انا عايزه استعمله على طول، يعني مش عايزه اركنه كتير. بس انت يعني بيبقى على حسب المده انت بتسيبيه ساعتين 3، ممكن تسيبيه يوم كامل بتلاقيه يتقل معاكي قوي 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 زي اللي بره بالظبط. بس انا كنت عايزه استعمله على طول فسيبته نص ساعه بس. زي ما انتم شايفين هو تقل معايا حلو قوي قوي. فطبعا انا كده هحط شويه وهجربها قدامكم. هبتدي ان انا احط كده يا دوبة سرسوبة كده خالص في الطبق، وهنزل عليها بكوباية من المية، وهجيب حتة سلكة وهوريكم. طبعا طلع بيدي لمعة، يعني لمعة جامدة قوي للمواعين. قسما بالله بيديهم لمعة جامدة جدا. وغير كده بينظف وما بيخليش ما بيخليهاش ان هي تبقى مجيرة او لسه فيها دهونة او اي حاجة. شايفين الرغوة بتاعتها عاملة ازاي؟
لا الرغوه بتاعتها جميله جدا جدا. طبعا انا هوريكم الكوبايه قسما بالله هتلمع، يعني هتلمع من يا دوبك غسله بالسلكه من الصابون ده. حاجه كده والله العظيم جامده ورغاوي وريحه تحفه جدا جدا. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي مش هتحط اي ماده ان هي تاذي ايديكوا او اي حاجه. هي يا دوبك لو لقيتيها ان انت حاسه ان هي هتاذي ايدك حطي كل ما تيجي تستعملي شويه حطي منها معلقه خل او معلقتين خل، وما تخافيش من اي حاجه. هوريكي بقى اللمعه بتاع الكوبايه، شايفه اللمعه بتاعتها عامله ازاي. مواعين ألمونيا، مواعين غير الألمونيا، مواعين ستانلس، يا لهوي على الجمال واللمعة اللي انت هتشوفيها. حاجة كده جميلة جدا جدا وب25 جنيه بس زي ما انت شايفة كده. انا بوريكم عمالة اشطف قدامكم اهو، عمالة اغسل واوريكم اللمعة بتاعتها، وتحط ايدك عليها كده مفيش ولا مجيرة ولا اي حاجة. خلصنا الفيديو، اهم حاجة تنسوش اللايك والاشتراك وتقولنا رأيكم في التعليق. مع السلامة.